اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنتكلم عن تليفون اوبو ار 7 بلس، واحد من الفابلتس اللي نزلتها شركه اوبو. خليكم معانا. اول حاجه هنتكلم عنها هي التصميم. تصميم التليفون من اهم مميزاته لانه بيجي بميتال فريم بيخلي شكل التليفون انيق جدا. ده غير ان الحواف بتاعته واخده شكل دائري بتخلي ملمس التليفون حلو في الايد. كمان حجم التليفون كبير، ودي حاجه طبيعيه بالنسبه لفابلت زي ده، وفي بعض الناس بتحب الموضوع ده، لكن هيكون من الصعب انك تستخدمه بايد واحده. من الحاجات المميزه في التليفون ان الحواف او البيزلز بتاعته صغيره جدا زي ما احنا شايفين، وده بيخلي الشاشه واخده معظم المساحه اللي في التليفون. كمان السمك بتاع التليفون صغير جدا مقارنه بحجم البطاريه الكبير اللي عاده بتكبر سمك الجهاز، لكن ده ما شفناهوش في تليفون ار 7 بلس. بالنسبه لفتحات وزراير التليفون، فلو جينا نبص من قدام هنلاقي ان ما فيهوش اي زراير خالص على عكس تليفون ار 7. ومن على اليمين هنلاقي الباور بutton تحت، وهنلاقي فوقيه فتحه السيم كارد او ميموري كارد، وهتضطر تستخدم 2 سيم كارد او 1 سيم كارد وواحد ميموري كارد. لو بصينا على ناحيه الشمال هنلاقي فيه زراير الصوت، ولو بصينا من فوق هنلاقي فتحه السماعات والنويز كانسليشن مايك، ولو بصينا من تحت هنلاقي الفتحه بتاعه الشاحن وهنلاقي الميكروفون. اما ظهر التليفون هنلاقي فيه الكاميرا الخلفيه والدول فلاش والليزر اوتو فوكس، وتحتيهم على طول هنلاقي الفينجر برينت سنسور. اما على التليفون من تحت خالص هنلاقي فيه السماعات بتاعته، واحنا شايفين ان ده مكان غريب شويه بصراحه انه يتحط فيه السماعات لانه بيكتم الصوت في بعض الاحيان. شاشه التليفون 6 بوصه مصنوعه بتقنيه اموليد اللي بتتميز بالالوان الزاهيه بتاعتها واللي بيكون ليها ساتوريشن عالي جدا. دقه الشاشه هي فول اتش دي 1920 في 1080 بكثافه بيكسلز 367 بكسل في كل بوصه. من الواضح ان شركه اوبو ركزت جدا في الشاشه بتاعه التليفون، بدليل ان هم خلوا حجم الشاشه 6 انش. ده غير ان احنا لما جربنا التاتش في التليفون كان ريسبونسيف جدا، ومش بنحتاج ان احنا ندوس كذا مره حتى في الجسترز اللي هنشوفها معاكم كمان شويه. نظام التشغيل اللي بيجي في التليفون هو اندرويد لوليبوب 5.1. اما واجهه المستخدم فهي واجهه مستخدم اوبو الشهيره الكالر او اس اللي بتغير شكل الاندرويد تماما، وهنلاحظ ده في شكل الايقونات الموجود اللي هنلاقيه مختلف تماما عن شكل الايقونات في باقي التليفونات، وكمان شكل الميوزك بلاير. من الحاجات برضو الموجوده في الاو اس ان هي ما فيهاش اب درور، هتلاقي كل الابلكيشنز موجوده عندك على الهوم بيج وتقدر تعمل فولدرز علشان تقسمهم. ولو بصينا على شكل النوتيفيكيشن بار هنلاقي ان هو موجود في منيو واحده مش متقسم 2 منيوز، وتقدر ان انت تفتح زي ما احنا عملنا دلوقتي وتشوف الفول شورت كات منيو اللي بيجي تحتها النوتيفيكيشنز. من المميزات الموجوده في التليفون ان انت تقدر تغير الثيم بتاع التليفون من خلال الثيم ستور موجوده على التليفون. في اكتر من ثيم، وكل ثيم بيغير من شكل التليفون بشكل كامل لدرجه ان هو بيغير من شكل الايقونات كمان. التليفون موجود عليه ابلكيشن سكيورتي سنتر اللي بيعمل كذا حاجه في التليفون، زي التحكم في التطبيقات المفتوحه وصلاحيات التطبيقات اللي انت بتنزلها على التليفون، وكمان اوضاع البطاريه. ومن المميزات الحلوه موجوده في التليفون هي السكرين اون جسترز والسكرين اوف جسترز. ولو جينا نتكلم على سكرين اون جسترز الاول هنلاقي ان انت لو عملت بالصباعين فوق او تحت هتقدر ان انت توطي الصوت وتعلي الصوت، ولو عملت بثلاث صوابع هتقدر ان انت تاخد سكرين شوت. اما بالنسبه للسكرين اوف جسترز تقدر والتليفون مقفول ان انت تفتحه عن طريق انت تدوس عليه مرتين وتقفله تاني لو دوست عليه مرتين، وتقدر ان انت تفتح الكاميرا بسهوله لو عملت حرف او على الشاشه. ده غير ان انت تقدر تزود سكرين اوف جسترز لو فتحت المنيو بتاع جسترز ام موشن الموجوده في التليفون. بالنسبه لاداء التليفون فالتليفون بيجي بمعالج كوالكوم 615 ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز، واحنا شايفين ان المعالج ده بيكون مناسب اكتر لتليفونات الفئه المتوسطه، وكنا مستنيين نشوف معالج اعلى في تليفون اوبو ار 7 بلس. وزي ما احنا شايفين تقييم المعالج على انتوتو بيجي رقم 15، بيجي في المركز الاخير ب 30,000 نقطه 987، واحنا شايفين ان ده قليل بالنسبه للتليفون المفروض ان هو بيخاطب فئه عاليه زي تليفون ار 7 بلس. اما بالنسبه للرام اللي جاي في التليفون فهي 3 جيجا بايت رام، ومساحه التليفون الداخليه 32 جيجا بايت، وبياخد ميموري كارد لحد 128 جيجا بايت. بطاريه التليفون هي 4100 ملي امبير، ودي من اهم المميزات الموجوده في التليفون. ده غير ان هو بيجي معاه شاحن الفوك الشهير اللي بيشحن التليفون بسرعه كبيره جدا. كاميرا التليفون الخلفيه هي 13 ميجا بكسل بعدسه ماركه شنايدر فتحتها 2.2، وسنسور الوان RGBW، ودول بيساعدوا ان جوده التصوير تكون جيده جدا في الاضاءه الخافته زي ما هنشوف كمان شويه. الكاميرا كمان فيها دول فلاش علشان يظبط درجه اللون في الصوره، ومعاه ليزر اوتو فوكس. وزي ما هنشوف دلوقتي هنلاقي ان الكاميرا الانترفيس بتاعها بسيط جدا، متقسم لحاجتين فوتو او فيديو، وبتتنقل ما بينهم بسهوله جدا.
ولو دوسنا تحت على اليمين هنلاقي ان في الاوبشنز او المودز الموجوده في الكاميرا، وفي مودز كتيره جدا زي النورمال والالترا اتش دي والبيوتي مود والاتش دي ار، وفي مودز كتيره جدا عامه موجوده في التليفون. ولو دوسنا على مور فانكشنز هنلاقي مودز كتيره موجوده نقدر ان احنا ننزلها على التليفون زي البانوراما والاتش دي ار، الجي اي اف والسلو شاتر، واكتر من مود تقدر ان انت تنزلهم على التليفون بتاعك. لو دوسنا على الزرار اللي في النص هيجيب لنا الاوبشنز بتاعه التليفون اللي نقدر نتحكم فيها في اكتر من حاجه زي الفيديو مود او التايمر او الشاتر او ان احنا نحط جريد علشان يقسم لنا الصوره. بالنسبه لكاميرا التليفون الاماميه فهي 8 ميجا بكسل وفيها تقريبا نفس الانترفيس الموجوده في الكاميرا الخلفيه. ولو بصينا هنلاقي ان هي برضو موجود عليها فوتو وفيديو مود بس. ولو دوسنا تحت على اليمين هنلاقي بقيه الاوبشنز او المودز الموجوده في الكاميرا، فهي طبعا اقل من الاوبشنز الموجوده في الكاميرا الخلفيه بطبيعه الحال. ولو دوسنا برضو على الزرار اللي في النص هنلاقي ان احنا نقدر نتحكم هنا في السيتنجز الموجوده في الكاميرا برضو زي الناحيه الثانيه في التايمر والشاتر سبيد والجريد والحاجات دي كلها. وزي ما احنا شايفين دلوقتي بنوري لكم اكتر من سامبل للصور اللي احنا صورناها بالتليفون، سواء في الاضاءه الخافته او في الاضاءه العاليه او لحاجات ماكرو او لمناظر طبيعيه، وانتوا تحكموا على درجه وضوح الصوره بنفسكم. من الاخر تليفون اوبو R7 بلس بيتميز بالتصميم بتاعه والبطاريه والشاشه، لكن لو جينا نقارنه ببعض التليفونات الموجوده في السوق اللي مميزاتها قريبه منه هنلاقي ان هو اغلى منها بعض الشيء. ده كان تقييم تليفون اوبو R7 بلس. لو عايز تشوف تقييمات تانية تابعنا على الموقع بتاعنا ريفيوزات.com، وتابعنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي.